مرحبا بكم مجددا على قناتكم لي ديليس دي بالاندالوز. اليوم جيت باش نقترح عليكم وصفه تعشقها الجميع وتتجي لذيذه بزاف، وهذه الوقيته ديال باش نصوبوا بحال هاد الشهيوات رمضانيه. غادي نحضروا مع بعضنا مخمرات فيه واحد المكون تيعطيه واحد اللذه خارقه وكيعطي واحد القوام قطني ديال تيجي رائع. ما غنطولش عليكم بزاف، غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير لهاد الوصفه. غادي نحتاجو هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق الابيض او دقيق الحلويات، هنا 200 غرام ديال الفينو، هذاك الدقيق اللي كيكون رقيق بزاف، هنا عندنا ملعقه صغيره ديال الملحه، ملعقه كبيره ديال السكر الخشن، ملعقه كبيره ديال خميره الحلويات، كيس ديال الخميره ديال الحلويات بوزن 8 غرام، ثم كيس ديال السكر بنكهه لافاني. كما كنقول ديما كتعطيو داك النكهه ديال لافاني اللي ما كتكونش في المخمرات اللي نقدروا نشتريوهم من على برا. ثم هنا عندي ملعقه كبيره ديال الزيت، وهنا 150 غرام اولا 15 سنتيلتر ديال اللبن. هذا هو اللبن اللي استعملت، كلكم تستعملوا اي نوع من انواع ديال اللبن اللي كتبغيو. هنا عندي خليط ديال 10 سنتيلتر ديال زيت المائده و100 غرام ديال الزبده، غادي نذوبهم مع بعضهم في الميكرووند باش نقدر نخدم بهم العجين ديالي. ثم هنا عندنا الماء الدافئ بالكميه الكافيه اللي باش نقدروا نجمعوا العجين ديالنا. غادي ندير شويه الماء هنا دافئ مع الخميره باش نخليهم يتفاعلوا ونتلاقاو بعد ذلك. كنخلطوا الدقيق مع الفينو مع داك المليحه، وهنا في الوسط كنوضعوا الخميره بعد ما زقناها بشويه ديال الماء. كنضيفوا السكر نكهه لافاني، ثم كنضيفوا هنايا الخميره ديال الحلويات، بعد ذلك تنضيفوا هنايا اللبن غير بالتدريج. هذا اللبن فين ما وضعناه كيعطينا قوام قطني للعجين اللي كنديروه فيه، سواء كان كاك ولا كان خبيزات. كنبقى مستمره هكذا كنزيد في اللبن. هذا الاثناء غادي ندوز باش نضيف الماء بالتدريج، داك الماء الدافئ غير بالتدريج نجمعوا العجين ديالنا. غادي نبقى كنخدم العجين ديالي هكذا حتى جميع العناصر تتجانس، نحصل على عجينه مطاطه ولينه، ونتلاقى بكم بعد ذلك. بعد ما العجين ديالنا كيتجمع كيخصو يكون بحال هكذا، خدمته لمده 5 ديال الدقائق حتى كيولي بحال هكذا مطاطي هكا مزيان، وما يكونش عنده داك القوام ديال الخبز، خصو يكون شويه طالق راسو بحال هكذا. دابا غادي نقبطوا العجين ديالنا وغادي نقطعوها كويرات. نديروا شويه ديال الزيت، راني ذوبت الزيت والزبده هنايا، غادي ندير شويه في يديا وغادي نكون كويرات بالعجين. حتى الكويرات الحجم ديالهم على حساب الحجم اللي بغيتيو تعطيو لك المخمرات ديالكم. غادي نبقى هكذا كنقطع العجين ديالي كويرات، ونعاود نتلاقى بكم بعد ذلك. من بعد ما درنا داك الكويرات ديال العجين ديالنا، غادي نديروا لهم دابا شويه ديال الزبده والزيت من الفوق. غادي نغطيهم ببلاستيك غذائي وغادي نخليهم كيرتاحوا مده ديال 10 حتى ل 15 دقيقه باش يعطينا الطعم من بعد، باش هاد العجين كتطلق راسها وكتعطينا الطعم من بعد باش نسرحوها ونخدموها بسهوله. نتلاقى بكم بعد ذلك. من بعد ما العجين ديالنا ارتاحت غادي ناخذوها دابا باش غادي نشكلوا المخمرات ديالنا. كناخذوا كويره، كنوضعوا بطبيعه الحال هنايا شويه ديال الزبده والزيت اللي ذوبنا مع بعض، وكنطلقوهم بحال هكا. كنبقاو كنخدموهم على هذه الطريقه هذه حتى كنحصلوا على ورقه تكون سميكه بزاف، باش فاش كيطيبوا لنا المخمرات ديالنا كيجيو مرقين، ما كيجيوش معجنين من الداخل. نتوما شفتوا معايا العجين كيفاش ولات مرقينها مزيان. مازال نزيدها واحد شويه. دابا غادي ندير لها هنايا شويه ديال الزيت والزبده هنا مزيان باش كيجيو شابعين الزبيده والزويته، كيجيو مزيانين ولدات. وغادي ندير
شويه ديال نغبر هنايا شويه ديال داك الفينو. هذا كيخلينا الوريقات كينفصلوا على بعض. كنديرو بحال هكا بحال اللي كنديرو رغيفات. كنعاوتاني نديرو هنايا الزبده والزيت نفس الشيء من هنايا. كنطويوها بحال هكذا، نعاوتاني نطويوها من هنا هكذا بحال اللي كنديرو الرغيفات صافي. وغادي نوضعها جانبا ترتاح العجين باش نعاوتاني نرجع لها ونخدموها مع بعض. دابا وريتكم الطيه الاولى، غادي نوريكم واحد الشكل اخر باش كيمكننا نطويوها. كننزلوا هذا العجين ديالنا كنبسطوه بحال هكا شي شويه. بعد ما رققنا العجين ديالنا تنديروا بحال اللي درنا مع داك الخمره الاولى، زيت وزبده. كنديروا هنايا كنرشوا الفينو، كنطويو هاد الوريقه هنا في الوسط. فوالا كنعاوتاني نجيبو نعوضوها مزيان بحال هكذا. تنجيبو الاخرى الطرف الاخر كنعاوتاني نوضعوه هنا. فوالا كنقادو هاد الجنيبات. كنعاوتاني نديرو زبده. ما تردوش ديما نديرو الزبده لانها هي اللي كتورقوا لنا وكتجيبوا لنا زبده والزيت كيجيبوا لنا مورقين ولذاذ. نسرحها هكا شي شويه ومن بعد غادي ناخذوه نلويوه هكا. كندخلوه من هنا فوالا وكنبركو على العجين ديالنا بهذه الطريقه هذه. دابا شنو غادي نخليها انا ترتاح وعاود نتلاقى بكم بعد ذلك. من بعد ما العجين ديالنا اصبح مشكل، هنا درت لكم جوج ديال الطرق باش تصوبوا المخمرات ديالكم. بالنسبه لهاد الطريقه هذه اللي بحال الرغيف، ها شنو كنديروا لها هذه، غير غادي نقبطوا وغادي نديروا لها بحال هكذا. احنا نصوبوا داكشي لاحقا. اما بالنسبه لهذه فكنطلقوها بحال هاد الطريقه هذه وكاننا كنطلقوا رغيف عادي. فوالا وكنقلبوها باش كنعطيو داك الوجه الزويون كيبقى من هو الفوقاني. وكنقبضوها هنا كنجمعوها هكا بحال هكذا، كنطويوها بحال هكذا، كنجمعوها في الوسط بحال غادي نديرو غنكونوا سريره. كنتمنى انكم تشوفوني كيفاش كندير. شوفوا معايا نجيبوها هكا في الوسط. كنجمعوا كاع داك الجنيبات ديال الرغيفه الاولى اللي كانت مربعه في الاول وكنجمعوها هكا في الوسط بهذه الطريقه هذه. نتوما شوفوا معايا بحال كنكونوا سريره بحال هكذا وتنزلوها هكذا كنعوضوها كنتما. فوالا غادي نخليوها كترتاح حتى هي واحد شويه، عاد نقدروا ندوزو باش نقرصوها. دونك بالنسبه لهاد المربعه هكا غادي نديروا لها. بالنسبه لهذه اللي صوبنا في نديروا لها بحال هكذا، كنبقاو كنسرحوها على هاد الطريقه هذه باش غادي ندوزو من بعد داكشي باش نطيبوهم باذن الله. فوالا دونك انا كنبقى كنطلقهم بحال هكذا، كنسرحهم مزيان ونعاود نتلاقى بكم بعد ذلك. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نطيبوا الخمرات ديالنا. كنحاولوا اننا نطيبوهم فوق عافيه ولا نار كتكون مهيله باش ما كيتحرقوش، كياخذوا وقتهم باش كيطيبوا وكياخذوا داك اللون الوردي الجميل. شوفوا معايا المخمرات ديالنا كيفاش بدات كتنفخ. دابا غادي نحاولوا اننا نقلبوها ان شاء الله. هوبلا بحال هكا بشويه. شوفوا على لوين وردي خدات ومن هنايا كتبان داك التوريقه ديالها. هانتوما شوفوا كي هاد البليصات بحال هكا رائعه، واحد الريحه ديال لافاني خارجه منها. دونك غادي نخليها انا دابا كطيب من الجهه الاخرى ونبقى مقابلها ونتلاقى بكم بعد ذلك باش نطيبوا الشكل الاخر اللي كنا طويناه على شكل السره. نتوما شوفوا معايا هذا المخمره ديالي. شوفوا هاد الوريقات ديالها كيفاش دايرين، باينه مرقه مزيان مع راساتها. دابا نقلبوها. فوالا هانتوما شتيو هذا اللوين الوردي اللي خدات. دابا صافي طابت، غادي نزولوها
وغاوتاني نديرو الاخرى اللي قلت لكم درناها على شكل سرير. هنا يمكن لكم تلقوها فوق طاوله العمل، كما يمكن لكم تلقوها هنايا في قلب المقله، ماشي مشكل، لان العافيه عندنا مهيله نقدروا نتغلبوا على العمل في قلب المقله، ماشي مشكل. هانتوما شوفوا هذه الخمره ديالنا كيفاش بدات كتنفخ، غادي نحاولوا اننا نقلبوها. فوالا هذوك الجنيبات اللي قلت لكم الحواف اللي جمعنا كلهم في الوسط، شوفوا فين كيجيو، كيخصهم يجيو لا بدا في الوسط، ما يجيوش في الجناب على تر باش يبقى الوسط ديال المخمره ديالنا عامر. دونك غادي نطيب المخمره ديالي ونتلاقى بكم بعد ذلك. هذا هو الشكل النهائي لوصفتنا اليوم، اللي كانت عباره على مخمرات صوبتهم باللبن، كيجيو هائلين وكيجيو قطنيين ورطبين بزاف، غزلان بحال فريمون بحال كتاكلوا السفنج، كيجيو لذاذ. زعما كنشجعكم باش تصوبوهم، خاصه وان رمضان الكريم الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه على الابواب، في هادو الشهيوات اللي كنحضروهم في رمضان ونقدموهم للعائله والاصدقاء، تيجيو لذاذ ومزيونين. ما نخليكمش تمشيو قبل ما نوريهم لكم، لا بدا تشوفوهم من الداخل كي تيجيو. هانتوما يشوفوا هذا الصوت ديال القرمشه اللي كاينه من الفوق، هائلين. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو مرقين، شهوه غزلان. زعما كنشجعكم ان شاء الله انكم تصوبوهم، تيجيو هائلين ولذاذ بزاف. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تردوش في الانخراط في قناه لي ديليس دي هبه الاندلس، وذلك عبر الضغط على الزر الاحمر، زر الاشتراك اسفل الشاشه، وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وهناك ان شاء الله بحول الله مع رمضان غادي يكون الجديد ثم الجديد. والى وصفه اخرى اقول لكم دمتم في رعايه الله.